بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الثاني عشر من القسم العلمي، إخواني المعلمين والمعلمات، أهلا ومرحبا بكم في جزء جديد من منهج الرياضيات. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا الكل بيطلبه. هبدأ الأول في المقدمة بتاعته. احنا أخدنا قبل كده المعنى الهندسي لوجود المشتق. المعنى الهندسي لوجود مشتق الدالة عند نقطة. مشتق دالة عند نقطة، وليكن x بتساوي ايه. لو اخترنا مثلا نقطة هنا، الاكس هنا بتساوي الايه، يبقى هنا ادي النقطة المطلوب عندها اللي انا ببحث عندها الاشتقاق. يبقى هنا الصورة بتاعتها اللي هي الاف ايه. عند هذه النقطة بنقول المعنى الهندسي لوجود المشتقة هو ميل المماس لهذه الدالة عند تلك النقطة. يعني أنا لما أجي أرسم مماس أهو، وبعد كده آدي المماس لهذه الدالة عند تلك النقطة، يبقى عند النقطة A والإف A رسمنا المماس. يبقى ميل هذا المماس عند اللي هو بيمس منحنى الدالة عند تلك النقطة، ميل المماس هو قيمة المشتقة عند تلك النقطة. إذا المعنى الهندسي لوجود مشتق الدالة عند نقطة، إذا كانت المشتقة موجودة فإن قيمة هذه المشتقة عند تلك النقطة هتساوي ميل المماس لهذه الدالة عند تلك النقطة. دي أول ملحوظة اتكلمنا عنها في الجزء اللي عايزين نتعرض ليه النهاردة. الملحوظة الثانية كنا بنقول لو كانت ليميت الدالة اف اكس لما اكس تؤول إلى عدد وليكن عدد سي بتساوي ما لا نهاية. معناها ايه؟ يعني لما تكون نهاية الدالة عند هذا العدد بتؤول الى ما لا نهاية، معناها ان الدالة كلما اقتربنا من هذا العدد تكون متزايدة. الما لا نهاية يعني قيم الدالة متزايدة. طب مفهوم التزايد ايه؟ هل مفهوم التزايد اللي هي كده؟ انا عايز افهم بقى دلوقتي مفهوم التزايد للدالة. هل معناه ان انا ارسمها كده يبقى ده تزايد؟ لا، التزايد انني لما اجي من اليسار الى اليمين، لما اجي امشي من اليسار لليمين الاقي ان منحنى الدالة بيتصاعد. يبقى ده مش مفهوم تزايد اللي انا رسمت واحد يجي كده ويقول لك الدالة كده بتتزايد يا استاذ. لا، انت جاي بعكس الاتجاه، انت جاي من الاتجاه الموجب الى السالب وترفع لفوق تقول لي بتتزايد. لا طبعا، ده مش تزايد خالص، ده الدالة كده متناقصة. امال التزايد ازاي؟ التزايد الدالة جاية من اليسار الى اليمين في ازدياد، يبقى جاي من اليسار لليمين الدالة تبقى شكلها ازاي؟ تبقى بهذا الشكل كده، اسميه تزايد. كده اسميه تزايد. خلاص، ده تزايد. طيب لو انا رسمت المنحنى بهذا الشكل الدالة متناقصة. طب لو رسمت المنحنى بهذا الشكل الدالة فيها تناقص، بتتناقص الدالة، يعني كده بتروح الى سالب ما لا نهاية. في الشكل ده بتروح لسالب ما لا نهاية. الدالة بتتزايد يعني الى موجب ما لا نهاية، الى موجب ما لا نهاية بهذا الشكل. نبقى عارفين سلوك الدالة لما اقول الدالة راح لما لا نهاية، التزايد شكله ايه والتناقص شكله ايه. ما يجينيش طالب يقول لي الدالة كده بتتزايد يا استاذ ما نبقى على الفوق. لا، انت جاي من قيم اكس تراتيب، الاكس مرتبة من اليسار الى اليمين. يبقى لما تيجي من اليسار لليمين الدالة كده بتتناقص، مش انت اللي رسمت. الدالة كده بتتناقص. انا برسم قدامك وبقول لك كده الداله بتتناقص. انا بمشي من الشمال لليمين مع خط الاعداد مرتبه من اليسار الى اليمين. طيب عرفنا دلوقتي كمان لما اقول ان الداله نهايتها بتروح لما لا نهايه، يعني التزايد من اليسار لليمين اصعد لاعلى. تتناقص يبقى من اليسار لليمين انزل لاسفل. ايا كان التقعر بتاع الداله المنحنى، كده تقعر لاعلى كده تقعر لاسفل، ندرسه قدام. ده تقعر لاعلى ده تقعر لاسفل. في الحالتين الداله بتتناقص. هنا
تقعر لأسفل، هنا تقعر لأعلى، في الحالتين الدالة بتتزايد. دي برضو نقطة كان لازم نتكلم عنها عشان هنستفاد بيها واحنا شغالين في الموضوع اللي عايزين نتكلم فيه، لان مش هو ده الموضوع الاساسي، دي كل دي مقدمة للموضوع الاساسي. كمان عرفنا ان ميل المماس لهذه الدالة اللي هو المشتق، يبقى ميل المماس عبارة عن ايه رمزه؟ ميل المماس لمنحنى الدالة F عند النقطة A والإف A هو يرمز له بالرمز F برايم A أو F داش عند ال A، يعني المشتقة عند العدد A. وتكون معادلة المماس عند تلك النقطة، احنا عارفين تبقى Y ناقص الاف A هتساوي المشتقة اللي هي الميل في X ناقص ال A، واقدر اخد الاف A دهيت بدل ما هي هنا بالسالب بحطها هنا بالموجب وناخدها كقانون وخلاص، تبقى الواي بتساوي اللي هي معادلة المماس هتساوي المشتقة عند العدد A في مضروبة في الاكس ناقص ال A زائد الصورة عند ال A اللي هي الاف A، ودي نعتبرها معادلة المماس لمنحنى الدالة عند النقطة A والصورة بتاعتها اف A. ده لو كان عندي المشتقة موجودة، يبقى المشتقة بتعرف على أنها ميل المماس. تمام. ماذا لو كانت المشتقة غير موجودة؟ وهو ده الموضوع الأساسي بتاعي. متى تكون المشتقة غير موجودة؟ عندي حالات لعدم وجود المشتقة. الحالة الأولى أن الدالة ليست متصلة. الحالة الأولى لعدم وجود المشتقة أن تكون الدالة ليست متصلة عند تلك النقطة. يعني لو رسمت هنا كمان دالة تانية وليكن اسمها جي، والدالة جي كانت بهذا الشكل، آدي هنا وبعدين بقية الدالة أهو، عند العدد x بيساوي اتش هنا، هل الدالة متصلة؟ دي الدالة اسمها جي دلوقتي، الدالة جي فيها الجزئين دول، خلاص الجزء اللي فات ده بقى له علاقة بيه. احنا هنا الدالة جي اهي عند العدد x بيساوي اتش، هل الدالة متصلة؟ لا. هل يمكن حساب المشتقة عندما x بتساوي اتش؟ لا. الدالة ليست قابلة للاشتقاق عند x بتساوي اتش، اللي هي مين؟ اللي هي الدالة جي ده اهي، ده اهي الجزء ده اهو. تمام. يبقى أول حالة من حالات عدم وجود المشتقة أن تكون الدالة ليست متصلة عند هذه النقطة أو هذا العدد. تمام. ماذا لو كانت الدالة متصلة والدالة ليست قابلة للاشتقاق؟ وهذا هو الموضوع الأساسي. يبقى عدم الاتصال إحدى حالات عدم وجود المشتقة. دالة ليست متصلة، إذا المشتقة غير موجود. طب ماذا لو كانت الدالة متصلة عند العدد والمشتقة ليست موجودة؟ هناك عدة حالات، تعالوا مع بعض نوضحها، وهو ده الموضوع اللي عايز أكلمكم فيه. التفسير الهندسي لعدم وجود مشتقة للدالة عند عدد اللي هي بندرسها عندنا الركن والناب والمماس الرأسي، الثلاث حالات دول. كتير من الناس بيلخبط فيهم، بالذات الطلاب بيبقى استيعابهم فيها مش كويس، وكمان الكتاب عرضها بطريقة سريعة جدا أو مختصرة، حتى الأمثلة اللي عطاها يخلي الطالب يعتقد إن هي دي بس الحالات اللي عندها يكون الدالة لها ركن أو يكون لها ناب أو يكون عندنا مماس رأسي. اختصرها جدا، وخاصة الركن. فهو الكتاب أشار إن الركن عند مطلق الإكس، خلاص الطالب ثبت في دماغه إن لما يشوف هو بس الركن يبقى مطلق. لا، الموضوع غير كده خالص. متى تكون المشتقة غير موجودة؟
الحالة الأولى حالة الركن. احنا قلنا خلاص عدم الاتصال دي قصة لوحدها، خلاص الدالة المشتقة ليست موجودة. أنا بتكلم إذا كانت الدالة اف أهو اللي أنا بناقشه دلوقتي، لتكن الدالة اف معرفة ومتصلة بجوار مناسب للعدد x بيساوي ايه. هنا اهو هنعتبر ادي الايه، الدالة متصلة ومعرفة بجوار مناسب، وليكن دي النقطة بتاعتي، يبقى هنا الاف ايه، لان دي الواي المحور الصادات اللي هو محور الدالة بتاعتي اللي هو واي بيساوي اف اكس. تعالى بقى عند اكس بيساوي العدد ايه، بنقول ان الدالة معرفة ومتصلة في جوار مناسب لهذا العدد متى تكون المشتقة غير موجودة. في حالة بنسميها الركن، في حالة بنسميها ناب، في حالة بنسميها مماس رأسي. تعالوا نناقش هذه الحالات الثلاث. الحالة الأولى اللي هي الركن، يبقى أول حالة عندي الركن. يكون للدالة ركن إذا كانت المشتقة، طبعا أنا ليا يمين ويسار، المشتقة من جهة اليمين أو المشتقة من جهة اليسار، يبقى إحدى المشتقتين يمينا أو يسارا إحداهما عدد والأخرى ما لا نهاية، أو إحداهما على اليمين عدد وعلى اليسار عددا آخر لا يساويه. يبقى رقم واحد حالة الركن، أعيدها مرة تانية، متى يكون المشتقة غير موجودة بحالة الركن؟ بحالة الركن أن تكون المشتقة اليمين لا تساوي المشتقة اليسار، وإحداهما على الأقل عدد، لازم يكون واحدة فيهم عدد، والتانية بقى يا إما عدد لا يساويه أو ما لا نهاية أو سالب ما لا نهاية، ما لا نهاية موجبة أو سالب ما لا نهاية، أو عدد لا يساوي المشتقة من جهة اليمين. يبقى الركن المشتقة اف داش عند العدد A من جهة اليمين لا تساوي المشتقة عند العدد A من جهة اليسار، تمام، وعلى الأقل إحدى المشتقتين تساوي عدد حقيقي. طب والجهة التانية يتساوي عدد حقيقي مختلف، يا إما ما لا نهاية أو سالب ما لا نهاية، تمام. طيب لما تكون إحدى المشتقتين عدد، يبقى يا أستاذ في عدد يعني في مماس، يعني في مماس. تعال نشوف مثلا، هنيجي هنا ونقول آدي المستقيم المماس لمنحنى الدالة أهو. طيب هنفترض ادي المستقيم اللي هنعتبره ان هو المماس بتاعي. لو قلت ان المشتقة من جهة اليمين بتساوي عدد، يعني على اليمين موجودة وتساوي عدد، يبقى على اليمين يبقى الجزء ده، يبقى الجزء اللي على الشمال ده انا مش هحتاجه في المماس بتاعي. تعالى نلغيه خالص كده اهو ونقول الجنب ده. طيب يبقى ده المماس على جهة اليمين، منحنى الدالة ممكن يكون بهذا الشكل صاعد كده بهذا الشكل، أو يكون بهذا الشكل بحيث ان ده يكون مماس اهو، ممكن يكون كده وممكن يكون كده، اي واحدة منهم ممكن تكون منحنى الدالة. المهم ان ده يكون مماس واحنا على يمين العدد ايه،
في الجزء ده، فاحنا لغينا الجزء الشمال، مش محتاج الممس كله كده، انا بس بوضح الجزء اللي على اليمين ده. طيب هنختار واحدة منهم بس ونمسح التانية اهو. ادي منحنى الدالة على اليمين بهذا الشكل. طيب على اليسار يمكن ان يكون عدد اخر بس مختلف، يعني يطلع لي مماس اخر، ميل اخر. ما هو العدد ده المشتقة بعدد يعني ميل المماس، ده لو اعتبرناه المشتقة الاولى يعني ميل المماس الاول. طب لو اتغير يبقى يترسم مماس اخر. هنعتبر ان كان بهذا الشكل، يلا بهذا الشكل المماس الاخر اللي هو هيجي على المشتقة من جهة اليسار بهذا الشكل اهو. الميل كان بهذا الشكل، الميل من على اليسار. من على اليسار يبقى الجزء اللي على اليمين ده انا مش محتاجه، الجزء اللي على اليسار هو اللي محتاجه. يبقى تعالى نمسح هذا الجزء بهذا الشكل اللي هو بتاع الممس بتاعي. طيب ده الممس من على اليسار، يبقى المنحنى بتاعي يا اما يمس هذا من كده او بهذا الشكل. ما هو لازم يمس، المنحنى لابد وان يمس ازاي؟ يا اما يترسم بهذا الشكل يا اما يترسم بهذا الشكل كده مثلا، بس يمس بحيث انه يمس وتبقى دالة اهي بهذا الشكل. يبقى المنحنى الدالة بتاعي اللي هو باللون الاسود والاخضر، يبقى عند النقطة اكس بتساوي ايه؟ دي هنسميها ايه؟ ده ركن. شوف ركن اللي هي دي، المكان ده ركن بين المنحنى اللي باللون الاسود والمنحنى اللي باللون الاخضر. دول الشعاعين دول المماسات يا شباب، اللي هو قيمة المشتقة اللي هو ميل المماس. يبقى في هذه الحالة المشتقة من جهة اليمين بتساوي عدد ايا كان العدد، عدد موجب عدد سالب، ومن جهة اليسار عدد اخر. فده على اليمين منحنى اهو وده على اليسار، يبقى ده بنسميه ايه؟ بنسميه ركن مش ناب. ده مش ناب، ده ركن. طيب ممكن تكون من على اليسار ما لا نهاية. تعال نجيبها من على اليسار. لو كانت على اليسار مثلا طالعه ما لا نهاية، اي هنشيل ده كده ونبينها ان مثلا على اليسار ما لا نهاية. يعني ايه ما لا نهاية؟ يعني الممس بتاعي ميله غير معرف، يعني الممس بتاعي رأسي ليس له ميل. طيب تعال نشوف الميل غير معرف نرسمه ازاي. يبقى قلنا الممس رأسي اهو، هيكون ممس رأسي، ناخده باللون ده ايه؟ الازرق، لون مخالف شوية عن اللي موجود، ممس رأسي. طيب لو قلنا في الحالة دي ان المشتقة من جهة اليسار تساوي موجب ما لا نهاية، اما اقول له مشتقة من جهة اليسار موجب ما لا نهاية، يبقى الدالة متزايدة ولا متناقصة؟ متزايدة. يعني ارسمها ازاي؟ انا على الشمال، لازم ارسم في الجنب ده مش على اليمين. ارسمها كده يعني مش عارف، اجي متزايدة تبقى كده، وانا عايز ده المستقيم ده اهو يماس، انا عايز المستقيم يماس المنحنى اللي هرسمه من على الشمال من هنا. طب ارسم كده يبقى مماس ومتزايدة. طب متزايدة يبقى ازاي؟ هاجي على اليمين. طيب اجيبها ازاي؟ طب الجزء يعني كده مثلا كده الدالة دي كده. طب هو كده بقى مماس؟ ما انت بتقول لي متزايدة، انا بقول لك متزايدة. خد بالك من الرسم، خد بالك، اربط الكلام اللي قلناه من شوية. الدالة متزايدة يعني تيجي كده يا شباب، كده يبقى متزايدة؟ لا. طب كده متزايدة؟ لا. يعني تيجي من الجزء اللي فوق ده، من هنا من فوق؟ لا مش هتنفع. يبقى في الحالة دي امسح الجزء بتاع، مش هستفاد منه. يبقى الحتة دي من المماس مش هستفاد. عشان اجيب التزايد، ما هو مستحيل هجيب منحنى يمس من فوق ويبقى متزايد كده، ما مستحيل. يبقى التمس هيجي من تحت كده. طب يجي ازاي عشان يبقى مماس اهو؟ عايز منحنى يمس المستقيم ده،
يترسم ازاي؟ اهو بهذا الشكل. كده ممكن يبقى المستقيم مماس للمنحنى، مماس. طب يبقى النقطة هنا دي ايه؟ النقطة، شوف المنحنى ده والمنحنى ده مماس. ده ميل وده ركن برضه، ده برضه ركن. ليه؟ لأن المشتق على اليمين عدد وعلى اليسار موجب ما لا نهاية. الدالة هنا متزايدة عشان موجب ما لا نهاية المشتق على اليسار، وهنا المنحنى بتاعي الميل بتاعه موجب أو عدد بهذا الشكل زي ما رسمنا بين المماس. الشكل ده هو برضه ما بين الاسود والورد البنفسجي ده اهو برضه النقطة ده هي ركن، ليست ناب ولا يوجد مماس رأسي. هنا مفيش مماس رأسي للدالة في مماس رأسي للجزء اللي على الشمال ده، لكن الجزء اللي على اليمين ليه مماس عادي، له ميل عدد. يبقى دي الحالة الأولى اللي هي حالة الركن. إيه؟ إن على الأقل إحدى المشتقتين تساوي عدد. طبعا المشتقة اليمين لا تساوي المشتقة اليسار، وإحداهما على الأقل عدد. شفنا الرسمة الأولى لو كانت على اليمين عدد وعلى الشمال عدد ممكن تترسم إزاي؟ على اليمين عدد وعلى الشمال ما لا نهاية. وممكن تخليها سالب ما لا نهاية، تبقى الدالة متناقصة. يعني إيه؟ يعني نشيل ده كله تاني أهو، وعايزها من على الشمال تبقى سالب ما لا نهاية. المشتقة بسالب ما لا نهاية يعني برضو المماس رأسي، يبقى المماس رأسي. ارسم المماس رأسي مرة ثانية اهو، مماس رأسي. والمشتقة لو كانت المرة دي بسالب ما لا نهاية، انا عايزة سالب ما لا نهاية، سالب اهي، سالب ما لا نهاية. يبقى ايه الدالة؟ المشتقة بسالب ما لا نهاية. المشتقة بسالب ما لا نهاية، ما هي المشتقة دي ليميت يا شباب، اللي هي ما تنساش ان المشتقة بالتعريف البديل ليميت اف اكس ناقص اف ايه على اكس ناقص ايه لما اكس تسعى الى ايه، تقول الى ما لا نهاية، يعني الدالة لازم تكون متناقصة. طيب اجي من تحت هنا واعملها متناقصة ازاي ويبقى مماس؟ انا عايز مماس ويبقى متناقص. مماس ويبقى متناقص كده ولا لا؟ وعلى الشمال انا بجبرك على اليسار مش على واحد يقول لك طب نعملها كده يا استاذ ما هي متناقصه اهي ومماس. يا حبيبي انت على اليسار، يسار العدد ايه في الجزء ده؟ طيب وعايزها متناقصه، ايوه، وتيجي على الشمال، ايوه تيجي كده من تحت من هنا. لو انت عملتها من تحت من هنا كده هتبقى متزايده كده، يبقى دي ما تنفعش. امال ايه؟ يبقى ما قداميش غير ان انا اعملها من فوق تبقى متناقصه. وعلى اليسار من هنا ومماس تبقى ازاي دي؟ بهذا الشكل، الدالة متناقصة وده يبقى مماس، يبقى الجزء اللي تحت هنا ما يلزمنيش. يبقى عند النقطة اكس بتساوي ايه ده برضه يوجد ركن ما بين المنحنى الاسود والبنفسجي ده، ده يعتبر برضه يسمى ركن. ليه؟ اليمين ده عدد والشمال سالب ما لا نهاية، يبقى المشتقة غير موجودة لأن المشتقة اليمين لا تساوي المشتقة اليسار، إحداهما عدد والأخرى طالعة سالب، يبقى ركن. تمام. أعتقد إحنا ناقشنا الركن كده لما كانت عدد على اليمين وعدد على اليسار لا يساويه، عدد على اليمين وموجب ما لا نهاية على اليسار أو سالب ما لا نهاية من اليسار، نقدر نبدل ونخلي العدد على اليسار والموجب ما لا نهاية على اليمين أو السالب ما لا نهاية على اليمين نفس القصة في النهاية. كل الحالات دهيت بنعتبرها ركن. تعال نشوف الحالة الثانية، متى يكون المشتقة غير موجودة وفي الحالة دي بنسميها عند النقطة يوجد ناب. عند النقطة يوجد ناب إذا كانت النهاية من اليمين لا تساوي النهاية من اليسار، ولكن إحداهما ما لا نهاية والأخرى سالب ما لا نهاية. يبقى من جهة ما لا نهاية ومن الجهة الأخرى سالب ما لا نهاية، من جهة ما لا نهاية ومن جهة سالب ما لا نهاية. تعالوا نشوف الكلام ده الحالة التانية. نشوف الحالة التانية بتاعتي بتقول إيه. الحالة التانية بتقول لو أنا عندي هنا النقطة A وهنا
النقطة المطلوبة هي عند العدد اكس بيساوي ايه، يبقى هنا الاف ايه اللي هي الصورة. عند هذه النقطة اتكلمنا بنقول إذا كانت المشتقة من جهة اليمين لا تساوي المشتقة من جهة اليسار، ولكن إحداهما موجب ما لا نهاية والأخرى سالب ما لا نهاية. في هذه الحالة يعني المشتقة غير موجودة، يعني ميل الممس غير معرف. المشتقة غير موجودة يعني ميل الممس غير معرف. ميل المماس غير معرف أي أن المماس يجب أن يكون مماسا رأسيا. تعال نشوف آدي المماس الرأسي ونبدأ ناخد الحالات بتاعتي. في هذه الحالة اللي معايا دلوقتي بنقول يكون للدالة ناب. يكون للدالة ناب امتى يا أستاذ؟ إذا كانت إحدى النهايتين ما لا نهاية والأخرى سالب ما لا نهاية. فنعتبر إن المشتقة عند العدد A من جهة اليمين مثلا بتساوي موجب ما لا نهاية، والمشتقة عند العدد A من جهة اليسار هتساوي سالب ما لا نهاية. طب تعالوا ما نشوف عند العدد A هنا كده المشتقة من جهة اليمين بموجب ما لا نهاية، يعني المشتقة اللي هي باستخدام القانون البديل النهاية بتساوي موجب ما لا نهاية، أي أن الدالة على يمين العدد A بتتزايد ويكون هو مماس. يبقى هنا المستقيم ده مماس وارسم على اليمين المنحنى بحيث ان ده يكون مماس ليه، يبقى الدالة هتكون مرسومة بهذا الشكل. تمام. وعلى اليسار المشتقة بتكون قيمتها سالب ما لا نهاية. عند ليه من اليسار على يسار العدد ايه المشتقة بتكون سالب ما لا نهاية، يعني الدالة بتتناقص. يعني لازم تيجي كده ولا الطالب هيقول لي كده؟ لا طبعا مش هينفع تبقى كده، ولازم يكون على اليسار، ولازم دي يبقى ده مماس، يبقى المماس وتتناقص كده. يعني كده تبقى بتتناقص؟ لا طبعا التناقص كده يبقى معناها تزايد، لكن التناقص يبقى جايه من اليسار لليمين بهذا الشكل بحيث ان يكون هنا المماس يبقى بهذه الصورة. يبقى ده كده بحيث يبقى هو ممثل الدالة. يبقى هنا المستقيم بتاعي مماس وفي الحالة دي بيكون مماس رأسي. مماس رأسي موجود أيوة، ولكن المشتقة من جهة اليمين ما لا نهاية والمشتقة من جهة اليسار بسالب ما لا نهاية. مشتقة من جهة اليمين بما لا نهاية بهذا الشكل، المشتقة من جهة اليسار بسالب ما لا نهاية. الحالة دي بنسمي عند النقطة A، الحالة دي المنظر ده بنسميه ايه؟ بنسمي هذا الشكل بهذا الشكل بنسميه ناب، بيسمى ناب. يبقى هنا بنسميه ناب. امتى بتكون ناب؟ اذا كان من جهة اليمين مثلا موجب ما لا نهاية ومن جهة اليسار مشتقة بسالب ما لا نهاية، او العكس يعني ايه؟ تعال نشوف اللي بالعكس. يعني المشتقة من جهة اليمين تبقى سالب ما لا نهاية ومن جهة اليسار تبقى موجب ما لا نهاية. يبقى او المشتقة عند العدد A من جهة اليمين هتطلع هي بسالب ما لا نهاية، والمشتقة عند العدد A من جهة اليسار هتبقى بتساوي موجب ما لا نهاية. أيضا هيكون للدالة في هذه الحالة ناب. تعال نشوفها على الرسم. لما يكون هنا المشتقة غير موجودة، سالب ما لا نهاية موجب ما لا نهاية، المشتقة غير موجودة، يبقى في الحالة دي الميل غير معرف. يبقى برضو زي ما قلنا في عندي الميل غير معرف يبقى المماس بتاعها يكون مماس رأسي لأن ميله غير معرف. وعند النقطة اكس بتساوي ايه اللي احنا قلناها اهي، هتبقى المشتقة من جهة اليمين بسالب ما لا نهاية. لما المشتقة من جهة اليمين بسالب ما لا نهاية يبقى الدالة هتترسم بهذا الشكل. يعني ايه؟ يعني لازم الدالة تكون بتتناقص.
طيب والمشتقة من جهة اليسار بموجب ما لا نهاية، المشتقة من جهة اليسار بموجب ما لا نهاية، يبقى الدالة تكون بتتزايد بهذا الشكل. بهذه الصورة. يبقى برضو عند النقطة A والصورة بتاعتها FA هيبقى ده موجود ناب، وديت الحالة التانية من حالات عدم وجود المشتقة عند نقطة إذا كان للدالة ناب. واحنا عرفنا دلوقتي ان الناب بيكون النهاية من اليمين لا تساوي النهاية من اليسار، ولكن إحداهما موجب ما لا نهاية والأخرى سالب ما لا نهاية، أي أن المشتقة بيسموها does not exist يعني النهاية غير موجودة. يكون للدالة مماس رأسي إذا كانت المشتقة من جهة اليمين تساوي المشتقة من جهة اليسار تساوي ما لا نهاية، أو المشتقة من جهة اليمين تساوي المشتقة من جهة اليسار تساوي سالب ما لا نهاية. أعيدها تاني، الحالة رقم 3 أهي اللي هي المماس الرأسي، يكون للدالة مماس رأسي إذا كانت المشتقة عند العدد A من جهة اليمين تساوي المشتقة عند العدد A من جهة اليسار تساوي ما لا نهاية، أو المشتقة عند العدد A من جهة اليمين تساوي المشتقة عند العدد A من جهة اليسار تساوي سالب ما لا نهاية. يبقى المشتقات غير موجودة، وإما المشتقتين يا إما يكونوا ما لا نهاية يا إما المشتقتين مع بعض بيكونوا سالب ما لا نهاية. يعني في هذه الحالة مفيش مشتقة عندي للدالة. تعال نشوف مع بعض. آدي النقطة عندي ال A وآدي ال FA بتاعتها، دي النقطة. المشتقة من جهة اليمين ما لا نهاية ومن جهة اليسار سالب ما لا نهاية، يبقى المماس بتاعي إجباري مماس رأسي. تمام. تعالى من جهة اليمين المشتقة موجب ما لا، يبقى جهة اليمين المشتقة موجب ما لا نهاية، يبقى الدالة متزايدة من جهة اليمين. أرسمها متزايدة إزاي؟ أهي بهذا الشكل. طيب ومن جهة اليسار أيضا بما لا نهاية، يبقى الدالة من جهة اليسار متزايدة كده كده عشان أجيب مماس؟ لا طبعا ده تناقص. طب يبقى تزايد يبقى جاي كده أهو. بهذا الشكل. يبقى أنا الدالة بتاعتي من جهة اليمين المشتقة راح على الما لا نهاية، المشتقة بتاعتي بما لا نهاية. من جهة اليسار المشتقة برضو بما لا نهاية، يبقى الدالة متزايدة من هنا ومتزايدة من هنا. في الحالة دي بنسميه مماس رأسي للدالة. طب لو كانت المشتقة من جهة اليمين بسالب ما لا نهاية ومن جهة اليسار أيضا بسالب ما لا نهاية، هتكون المشتقة بتاعتك شكلها ازاي، أو هتكون الرسم بتاعك شكله ازاي؟ المشتقة بسالب ما لا نهاية على اليمين والمشتقة بسالب ما لا نهاية على اليسار. يبقى تعال نشوف المنظر بتاعنا هيجي ازاي. يبقى من جهة اليمين المشتقة للسالب ما لا نهاية، يعني النهاية راح للسالب ما لا نهاية، يعني يا أستاذ الدالة بتكون متناقصة، يعني الدالة تبقى ماشية كده. ومن جهة اليسار برضو المشتقة بسالب ما لا نهاية، يعني النهاية بسالب ما لا نهاية، يعني الدالة تبقى جاية كده برضو متناقصة. يبقى برضو الدالة من على الشمال تبقى متناقصة بهذا الشكل، وده ممس رأسي، ومن على اليمين بهذا الشكل. بالحالات دي الثلاثة ناقشنا الفرق بين الركن والناب والمماس الرأسي. قلنا الركن إحدى النهايتين عدد والأخرى إما عدد لا يساويه أو ما لا نهاية أو سالب ما لا نهاية، وناقشناها بالتفصيل. الناب إحدى النهايتين ما لا نهاية والأخرى سالب ما لا نهاية، وفي الحالة دي بيبقى الدالتين في مماس رأس مشترك بينهم، ولكن واحدة منهم بتبقى متزايدة والتانية متناقصة. المماس الرأسي
المشتقة اليمين تساوي المشتقة اليسار تساوي ما لا نهاية، مشتقة اليمين بتساوي المشتقة اليسار بتساوي سالب ما لا نهاية. في الحالة دي يا إما المنحنى هنا بيتناقص وأيضا يكمل تناقص، أو بيتزايد ثم يتزايد زي ما شفنا في الحالة الأولى. وبكده يبقى انتهينا من الجزء بتاعنا، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة وجزء جديد من المنهج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.